عمرك حسيت إنك خلاص مش قادر؟ جبت آخرك وعقلك مش عايز يستقبل كلمة تانية؟ الشعور ده طبيعي وبيجي لكل الناس، حتى أوائل الثانوية العامة. في طالب راح لوالده وقال له: يا بابا أنا جبت آخري والتعليم مش بتاعي، أنا بذاكر أي كلام وخلاص. والده رد عليه رد ذكي جدا، قال له: أنا متقبل آخرك ده وما عنديش مشكلة، خد أسبوع أجازة وافصل تماما عن الكتب والمدرسين، بس بشرط خلال الأسبوع ده اثبت لنفسك إنك شاطر في حاجة تانية بره التعليم. الطالب ده بدأ يدور، فكر في البرمجة، المونتاج، الشبكات، الحاجات اللي شكلها روش ومن بره تبان سهلة وممتعة. كان متخيل إنه هيقعد يحط سماعات قدام شاشة فيها أكواد خضرة بتجري والدنيا هتمشي لوحدها، بس لما بدأ فعلا يقرأ ويجرب لقى إن الواقع صدمة. لقى إن أي مهارة حقيقية محتاجة مجهود ذهني مميت وسهر وتعب، مش زي ما كان متخيل خالص. اكتشف إن الهروب اللي كان بيفكر فيه هو في الحقيقة مجهود أصعب بكتير، وإن السيناريو اللي في خياله حاجة والواقع حاجة تانية خالص. هنا كانت نقطة التحول. لقى إن مفيش حاجة يقدر يعملها في مرحلته دي ويكون ليها ضمان غير التعليم الأكاديمي. المذاكرة هي اللي هتفتح له باب الكلية وهي اللي مضمونة في إيده دلوقتي، لكن أي مهارة تانية لسه ملهاش ضمان في سنه ده. رجع لمكتبه بذرنية تانية خالص، بقى بيذاكر وهو عارف هو بيعمل كده ليه. لما تلاقي نفسك تايه ومش عارف بتعمل ده ليه، اعمله بجامد، عشان ببساطة ما عندكش بديل ينجحك ويخليك جامد دلوقتي غير ده. أهم درس لازم تتعلمه إنك ما تبصش في ورقة غيرك، ركز في ورقتك انت وبس. الناجحين مش ناس ما بيقعوش، بالعكس دول أكتر ناس بيقعوا، بس الفرق إنهم بيقوموا على طول. اقع وقوم وكمل، مفيش حاجة اسمها مش قادر أو الموضوع صعب، لأننا لو سيبنا كل حاجة صعبة ما كانش حد عمل حاجة في حياته. الشيطان دايما بيحب يحبطك ويديك مبررات وأعذار زي أنا فاقد الشغف، بس انت لازم تشيل كل الأفكار السلبية دي من دماغك وخليك زي البروتون، دايما إيجابي. العلم تمنه هو عمرك، مفيش حاجة بتيجي رخيصة. لو فاكر انك ممكن توصل بفلوس أو بصدفة من غير اجتهاد وممارسة فانت غلطان. لازم تدفع من وقتك ومجهودك عشان توصل، وافتكر دايما ان ربنا بيشوف سعيك ومجهودك، وخطواتك دي هي اللي هتكون بوابتك للرزق قدام. في النهاية الموضوع محتاج صبر ومصابرة ومرابطة. طالما عارف المطلوب منك ما تبخلش على نفسك بالمجهود ولا تدور على النتائج الرخيصة. آمن يقينا إن مفيش مستحيل طول ما في أمل وعمل بجد. بسط حياتك، ضاعف نتائجك.